كوكو، السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا معايا وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم، ومرحبا بكم في قناتي شيماء كوك. اليوم جيت نشارك معكم وصفه كنت معتمدتها، وهاد الوصفه ما كانتش قاعد تخطيني، كنت كيما نديرها اون فوا باغ سيمين. وهاد الوصفه اللي هي وصفه جال بذور الكتان ولا زريعه الكتان. حنا في الجزائر نقولوا لها زريعه الكتان. شوفوا ما تنخلعوا ما والو، هذا غير شعر اللي كنت مقصته. عندي تقريبا عام وشهر ملي مقصته، كما راكم تشوفوا الله يبارك كان يوصل لي حتى ركابيه طويل. مقصته كهاري دي فوا هكا البنادم يبغي يبدل ماشي غير شعر طويل شعر طويل. شوفوا هذا وصفه راهي بزاف سهله وراهي افيكاس، يعني راح تفيد فيكم 100%. غادي نمد لكم الوصفه بالتفصيل مع طرق الاستعمال. ولا كملوا الفيديو حتى للنهايه. شيره ديروا لنا لايك للفيديو، اللي ما راش مشتركه نقول لك اشتركي في القناه، يعني ديري ابوني، فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. من تفعلي الجرس ونولي من نحط فيديو جديد هكا توصلك النوتيفيكاسيون. هنا كنت شريت بذور الكتان غير 10,000 بالميزان، هما يتباعوا ولا يبيعوها بالميزان. 10,000 دير لك حتى 5 6 فوا، تما راها رايحه تشد لك. شوفوا هنا وريت لكم شعري هكا باش ما تقولوش راها تكذب ولا هذاك ماشي شعرها ولا بيروك ولا منعرف من جابته. شوفوا راهي لا ميم كولور كيما راكم تشوفوا. هاد الوصفه راها مليحه يعني للناس اللي عندهم شعرهم احرش ولا شعرهم ناشف وشعرهم متقصف، فهمتوني؟ يعني راها رايحه ترد لك شعرك رطب بلا ما ديري سيشواغ ولا ليسور. انا في الصيف سيشواغ وليسور ما نخدمش بيهم كاع، سيرتو في الصيف السيشوار ما نديرهش كاع. شوفوا انا كنت شريت 10,000 بذور الكتان، هذه راهي حق 10,000، يعني يمدوا لكم كونتيتي مليحه. هذه راح ادير لكم اقل شيء من 4 حتى ل6 خطرات، تما راها رايحه تشد لكم، وكل وحده وعلى حساب الطول نتاع الشعر نتاعها. هنا اول حاجه كي تشروها تنقوها غايه من هذوك الزوائد والاعشاب الزايده اللي تجي فيها، خاصكم تنقوها غايه. وهنا هذه تلقوها عند العطار ولا عند العشاب. انا جبت هذا الكاس باش نكيل به. نتوما كيلوا باي كيله تبغوها. انا كيلت كيله من هذا الكاس، كيله نتاع بذور الكتان، نزيدوا عليها 7 كيلات نتاع ما. شوفوا حسبوا معايا، هنا غادي ندير الكيله الاولى، هذه كيله، هذه الزوجه، هذه الثالثه، هذه الرابعه، هذه الخامسه، وهنا راهي 6، وهذه الكيله السابعه والاخيره. تما مديت لكم الوصفه بمقادير مضبوطه. كيله بذور الكتان مع 7 كيلات نتاع الماء، نخلطوهم كيما هكا. انا شوفوا مالغري تكونوا نقيتوها بصح يبانوا لكم هكا واحد الحيات هكا كيديروها في الماء، بصح نورمال ديجا انا رايحين نصفوها. نحطوها فوق النار. هنا النار خاصها تكون متوسطه وتبقاو تحركوا خطره على خطره كيما هكا. هنا شا غادي ندير، غادي نحطها فوق النار على نار متوسطه ونخلوها حتى تغلى. كي تشوفوها بدات تغلى غايه شنديرو، نحسبوا لها 7 دقائق. شوفوا اني وريت لكم 7 دقائق بالضبط. نحطوها على نار تكون متوسطه ونبقوا نحركوا فيها خطره على خطره حتى تشوفوها غلات. من تشوفوها غلات حسبوا لها 7 دقائق وتبقوا تحركوا فيها. من تفوت هذيك 7 دقائق طفوا عليها. وميم تاني بذور الكتان مليحه للشعر ومليحه تاني كيقولوا لها للهرمونات، باسكو ديجا فيها بزاف فيتامينات. فيها فيتامين او، فيتامين بي 1 بي 6، فيها الاوميغا 3 الاوميغا 9، وبزاف صوالح كيما فيها المغنيسيوم الفوسفور الزنك وتاني النحاس. وهادو راهم يساعدوا كيما نقولوا مفيدة ولا يعاونوا البصيلات تاع الشعر، ما يغذوا بصيلات الشعر. وتانيك مفيدة للقلب للجلد، ويقلوا تانيك الالتهابات. نجموا ديروا عليها ريسيرش في جوجل، اما حين يخرجوا لكم كامل الفوائد نتاعها. وتاني تعدل الهرمونات، سيرتو هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه. يقول لك كيما نقولوا هذه المرات نجم تكونسوميهم نورمال. هنا شوفوا كنتو تخلطوا كيما هكا حتى يفوتوا 7 دقائق، تحسوا دروك باللي الخليط تاعكم راه ولا جيل. شوفوا يولي ثقيل القوام تاعه كيما الجيل. هنا تعرفوا باللي ديجا بذور الكتان تاعكم راهي بدات تطلق لكم هذيك الماده ولا بدات تولي جيل. هنا هذا نسحقوه. هنا مور ما فاتت تشوفوا 7 دقائق بالضبط طفيت عليها. وهنا شوفوا كملاحظه وهي حاميه،
تكون سخونة نروحو نجيبو سيار ولا غربال ولا عفسة نقلعو بيها هادوك نصفو بيها الخليط تاعنا كيما هاكا. هنا لي قديروها سخونة باسكو لو كان تبرد هداك الجيل تاعكم ما راح يهود لكم في هذيك الصفاية. هنا نسيو نصفوها غاية، تصفوها تحسوا كنتو شو هادوك بذور الكتان تاعكم تلقاوهم مزيتين. شوفوا انا كي راني نخلط قعدت نخلط حتى سييت نخرج يعني اكبر كميه انا جبت نخرجها. شوفوا انا راني نخلط هذاك الجر راهي يهود. هاد العمليه اللي قديروها والاخرى تاعكم سخونه يعني غير تقلعوه من النار صفوه مباشره. وكاين اللي كيما نقولوا يديروا كتانه ويصفوها بالكتانه. صح انا تبان لي والله لا تعيت ما هكا خير وخير شوالا ديروها ومن تكون حاميه باسكو لا فات بردت سي بون ما تنجموش تصفوها. وهنا سي بون كنت صفيتها نوخر هذيك الصفايا اكوتي وهذوك بذور الكتان نورمال نقيسوهم في لابوبيل سي بون انا خرجنا منهم الجال اللي سحقيناه. شوفوا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه في العفن يكون جل يكون القوام تاعه ثقيل كيما هكا. هنا شوفوا تنجموا تستحفظوا به كيما نقولوا في قابسه ولا وتحطوا هذيك القابسة في الفريجيدير. تنجموا تستحفظوا عليها من 5 حتى 6 أيام ماكسيموم ما تخلوهاش فوق 6 أيام. مي انا ما نكذبش عليكم انا من زعما نسحقها ولا نبغي نخدم بها نصنع كونتيتي تقدني ولا بروشين فوا كي نبغي ولا كي نزيد نسحقها نعاود نصنع كونتيتي ثم نديرها جديده خير من اللي نصنع كونتيتي كبيره ونديرها في الفريجيدير. وهذا هو الجل اللي كنا خدمناه في رحبة. هذا هو بديل الكيراتين وصفة سهلة وسريعة وبزاف اقتصادية ديما راح ندير لكم شعل من خطرة ودير لكم كونتيتي كبيرة. هنا طريقة الاستعمال جيبوا هذاك الجل وتابليكوه كيما هكا على شعركم تابليكوه من فوق ومام تاني في الاطراف مام حتى في بوصيلات الشعر ديروه وتخلوه 2 سوايع يعني تخلوا الشعر تاعكم يمتصوا غايه. هنا ديجا كي تلحقوا 2 سوايع راح تحسوا بلي شعركم يبسلكم شويه صح كون تمشطوه بالمشطه عاود يولي كيما كان جل نورمال. قلت لكم تخلوه 2 سوايع ومن بعدها تدوشوا شعركم عادي جدا من الاستعمال الاول راح تحسوا بلي شعركم ارطب لكم شوالا خاصكم داوموا على هاد الوصفه. شوفوا تنجموا ديروها 2 خطرات في السيمانه كيما انا ما نكذبش عليكم انا كنت نديرها خطره في السيمانه لا خاطر كنت ندير كيما نقولوا هاد الوصفه وكنت ندير 2 وصفات واحده اخرين تاع تطويل الشعر. الا بغيتوني نشاركها معاكم ولا نشارك معاكم الوصفات اللي طولوا الشعر قولوا لي ولا خلوهم لي في لي كومونتير نشاركها معاكم ان شاء الله. وهذه هي الوصفه ولا التدبيره تاعنا نتاع نهار اليوم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش ديروا لنا لايك للفيديو اللي ما راهي دير ابوني ديري ابوني فعل الجرس. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم.